الأوضاع على رقعة الميدان كانت على ما يرام، كل شيء وضع في مكانه. تعانق الأستاذ مع تلميذه فهمس له الأخير في أذنه: هل تتذكر 2004 يا بادو؟ فقال له: كيف لي أن أنساها يا وليد، وكأنها بالبارحة. في حين كانت تردد الجماهير في المدرجات: الكرة الذهبية لحكيمي، رد لجميله بحمله لقميص وطنه، في زمن كانت فيه الأغلبية تفضل بلد النشأة والإقامة عوض بلد الأجداد. عزف النشيد الوطني في ملعب ممتلئ عن آخره، وبحضور شخصيات بارزة ومشهورة تحت تغطية إعلامية استثنائية. أطلق الحكم صافرته، بينما أمرابط أطلق قذيفة أوصلها إلى القامرة، لكن رأسية نايف جانبت القائم، وكرة بن صغير كانت الأقرب إليه. مصير أرسل كرة زاحفة جعلت الكعب يسقط في مصيدة التسلل. ردة فعل النيجر كانت أقوى من هجمات الأسود جمعاء، لكن الحكم المساعد رفضها بداعي التسلل. لكن تسلل الكعب، وفي اللحظة التي قرر أن يسدد فيها الكرة وقع سوء تفاهم بين قدميه. حاول في جهة اليمنى تسديدة سهلة لمامادو، بينما النيجر كانوا يستعرضون على بونو. تسديدة قوية ولكن مباشرة إلى فجأة أسقط حكيمي مدافع الخصم في المحظور. ركلة حرة أراد البراق أن يخدع بها الخصم. لكن الجدار وقف أمامها. تعلم كرة القدم في ريال مدريد وتسديدة. وفي اللحظة التي ساس فيها الأمر على وليد الركراكي، بالعمر أرسل هدية للسيباري، وضع الأخير في الشباك. وما فعله بالعمر على اليسار كرره حكيمي على الجهة الأخرى، أما اسم الهداف لم يتغير أبدا. مزيان بالذات. وما بين حكيمي وبالعمري أرسل بن صغير قذيفة كان لها حارس النيجر بالمرصاد، وكأن الزاكي علمه شيء. روعة. بينما بالعمري كاد أن يسجل هدفا لن ينسى. مامادو اختبر كثيرا وهذه تسديده. الله. انتهى الشوط الأول وانطلق الثاني. موزع الهدايا يوسف بالعمري عاد مرة أخرى ومنح لأيوب الكعب هدفا آخر. جول. الجهة اليسرى كانت أكثر فعالية ومصدر خطورة على النيجر. بلال الخنوس أرسل كرة هوائية حولها نايف أكرد إلى تمريرة أسكنها إيجامان برأسه. حمزة إكمان ويسجل. ابن العساكر عاد من جديد وكان قريبا من الخامس. مع المساحات حمزة طمع فيها. خامس كتب لأن يكون لعزدين أوناحي الذي وضعه على طريقة الكبار. كان فرصة الخامس تسديدة أوناحي. انتهت المباراة بخماسية وتبادل اللاعبون التحية مع الزاكي لاعبا بلاعب وفردا بفرد. من إيجابيات مباراة المغرب والنيجر أننا يمكننا أن نقول لدينا ظهير أيسر من طراز رفيع. يوسف بالعمري قدم أمام النيجر مباراة كبيرة وكان مصدر خطورة عليهم، ناهيك على أنه منح تمريرتين حاسمتين. وما أعجبني فيه أيضا أنه يلعب بدون كرة، الشيء الذي فتح مجال لإلياس بن صغير ومنح له حرية كبيرة، كما منح قبل أيام معدودة تمريرة حاسمة أمام الكونغو وأخرى أمام تنزانيا في كأس إفريقيا للمحليين، كما ساهم بقسط وافر
بالظفر بكأس إفريقيا للمحلي. عز الدين ناحي دخل وكأنه متعطش لشيء ما، ورغم أنه دخل احتياطيا إلا أنه قدم مستوى كبيرا، وهذا هو الجميل. عندما تكون التنافسية حاضرة في المجموعة أحيانا ينبغي أن تجلس لاعبك على الدكة من أجل أن تشعل فيه فتيلة تنافسية بدلا من تقديسه، وأن تعطيه ثقة مبالغ فيها، فهذا أمر يعود بالسلبية على الفريق وعلى اللاعب على وجه الخصوص. نيل العيناوي وأمام أنظار والده أسطورة التنس المغربية يونس العيناوي ظهر بمستوى رائع أمام النيجر، لاعب يلعب السهل الممتنع ويملك لياقة بدنية عالية، تحركاته كانت تعطي حلول للآخرين، يلعب بالكرة وبدونها، كما أننا ولأول مرة نرى سفيان مرابط يلعب في راحة تامة. رغم ذلك فإن نقطة قوة العيناوي تكمن في الدخول إلى الصندوق، وهذا هو المركز الذي تألق فيه مع لانس، وخير دليل عندما صعد في هذه الكرة خلق خطورة من لا شيء. تحضر عند أيوب الكعبي إلى دياز إلى أشرف لقطة. أما بخصوص سلبيات المباراة في نظر الشخصي والمتواضع، وهذا أمر لا ألزم به أحدا، لا أدري سيوافقني البعض أم لا، لكن هذه قناعتي أن الحكم كان قاسيا على النيجر في البطاقة الصفراء الثانية. أراها لم تكن مستحقة من باب الحق، أراها أضرت بالأسود أكثر من النيجر. تمنيت لو بقي بدر الزاكي مكتمل الصفوف من أجل أولا أن نعرف مكامن الخلل، وحتى تكون مباراة اختبارية أيضا. أما الفوز كان سيأتي لا محالة مهما كان سيناريو المباراة، فهناك فوارق كبيرة بين المنتخبين لقلة الخبرة. من سلبيات المباراة أيضا ظهور إبراهيم دياز كلاعب شبح يطرح أكثر من علامة استفهام. صحيح لا نشكك في قدرات إبراهيم، ولكن هل الخطة لم توافق مؤهلاته؟ هل اللاعب كجناح أيمن بدلا من صانع ألعاب أثر في ذلك، أم أن الأمر له علاقة بالتنافسية في الرياض؟ وما أثار انتباهي أن جل المباريات التي كان فيها زياش حاضرا كان إبراهيم لامعا. عموما ملف كأس العالم طوية، العين كل العين على كأس أمم إفريقيا.